الأستاذ عفت نصار بيقدم لنا ضحك تصريحي جديد من نوع جديد بقى. بيقدم لنا فتي في التصريحات. يا عم خلينا، يعني احنا اللي فينا مكفينا من المنتخب وأداؤه اللي زي الزفت، لا بيكمل علينا وبيقول شوية تصريحات قمة في الضحك. يعني عدى مرحلة الضحك، بيقول لك أنا أحسن من كابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الجوهري الله يرحمه. وبيقول لك إن مروان عطية ملوش لازمة في الأهلي ولا المنتخب، وإن رؤى أفضل منه مليون مرة. وبشير التبعي جاي بيقول لك البطولة في الزمالك ب100 والأهلي كان عايز يدفع فيا 3 أضعاف أبو تريكة. وضحك كبير قوي 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 معانا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت، واللي مش عامل لي متابعة يعمل لي متابعة. ادعموا اخوكم الاهلاوي. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ان اللي مش لاقي حاجة يعملها واللي عايز يطلع ترند يطلع يتكلم وينتقد في النادي الاهلي، واللي مغمور وعايز الناس تتكلم عنه يطلع ينتقد او يقلل من لاعب في النادي الاهلي، حتى لو اللاعب ده العالم كله بيشيد ان هو من افضل اللعيبة في مركزه. والكلام على مروان عطية والكلام على الحاج عفت نصار. بيقول لك ايه بقى؟ عفت نصار بيقول لك انا افضل مدرب مؤهل، والجوهري وحسن شحاتة غير مؤهلين. حسن شحاتة الصدفة خدمته انه يفوز بكاس مصر مع المقاولين. انت متخيل الاستاذ عفت نصار بيقول ايه؟ حسن شحاتة الصدفة ختمته بالفوز بكاس مصر على حساب الاهلي مع المقاولين، وخدمته انه يتولى منتخب مصر وفاز ببطولة افريقيا 3 مرات بسبب ان كان معاه لعيبة كويسة. يعني كابتن حسن شحاتة اللي فاز بأمم أفريقيا في سابقة لم تحدث لأي منتخب في قارته، إنه يفوز بالبطولة القارية 3 مرات متتالية، 2006 على أرضنا و2008 و2010 خارج أرضنا، في عز قوة منتخبات أفريقيا الكوتيفوار والكاميرون وغانا. يا نهار أبيض على الضحك يا جدعان. صدفة التاريخ اللي كتبه كابتن حسن شحاتة صدفة. الفوز على الاهلي مع المقاولين في كاس مصر صدفه. الفوز على السوبر الفوز بالسوبر على الزمالك مع المقاولين صدفه. جيل 2006 صدفه اللي جمع لعيبه احمد فتحي وسيد معوض وحسني عبد رب، وجمع لعيبه ما كناش عارفين مين الاهلي والزمالك في المنتخب في 2006. ده صدفه. ان هو اكتشف جده وفضله على ميدو. ده صدفه. ان هو اكتشف عمرو زكي وفضله على ميدو اللي كان بيلعب في توتنهام. ده صدفه. يا خبر ابيض على الضحك يا جدعان. ومين انت في التدريب يا كابتن عفت؟ يعني انا مش فاهم، انت بتلعب فانتازي يعني انت احسن منه في التدريب في الفانتازي؟ واكيد كابتن حسن شحاته ما بيلعبش فانتازي، فاكيد انت بتلعب فانتازي فمثلا احسن منه في التدريب فيها. ده يعني دي الحاجه اللي تعقل الوحيده في التصريح العجيب ده. لان كابتن عفت نصار لو انت ما اندهشتش من التصريح ده فتعالى لي يا اهلاوي علشان تندهش. فتعالى لي يا اهلاوي علشان في تصريح تاني هيدهشك وهيخبلك. فانا مش هتخبل لوحدي يا جدعان، معلش. كابتن عفت نصار بيكمل في الهري اللي بيقوله وبيقول لك ايه؟ رؤى افضل من مروان عطية مليون مرة. اكيد قصده لوكا مودريتش. ممكن يكون التصريح خانه. رؤى يا جدعان، رؤى اللي اصلا الزمالك بيدور له على بيعه ومحدش عايز يبيعه وعايز يشتريه، ولا حتى حد عايز ياخده اعاره. رؤى اللي اصلا اختفى من التشكيل الاساسي في الزمالك، وحتى لما كان اساسي ايه ارقامه وايه دنيته؟ مفيش، صفر ارقام. اللي الزمالكاوي نفسهم عايزين يمشوه من الفرقه. رؤى يا جدعان، رؤى افضل من مروان عطيه. مروان عطيه اللي بسم الله ما شاء الله، اللي بشهاده الجميع، سواء العرب لما كنا في كاس العالم للانديه والتصريحات والاعلام الخليجي وكلامه عن مروان عطيه وانه من اهم عناصر النادي الاهلي ومنتخب مصر ومن افضل لاعبين المصريين في مركزهم في نص الملعب. رؤى افضل منه. يا خبر ابيض يا جدعان. يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني ريتش وخلاص؟ اي كلام في اي هري. طالما انا مش موجود يا جدعان شوفوني.
انا هقول الكلام اللي محدش يقدر يقوله، او انا هقول الكلام اللي عكس الناس، انا عكس الناس فيلا شوفولي. مروان عطية رؤى افضل منه. طب قول طارق حامد، يعني انت كزملكاوي مثلا والزمالك ابن التالتة يمين بقى وحلمي زمورة، قول يا عم طارق حامد يعني تبقى مبلوعة. انما تقول رؤى؟ قمة الضحك يا جدعان، قمة الضحك. وتعالوا بقى نشوفوا العبقري وليد الركراكي اللي عارف قيمة منتخب مصر اكتر من فيتوريا وحازم امام ومن محمد صلاح. هقول لكم التصريح اللي قاله، ولكن بعد ما نشوف الضحك اللي بيقدمه كابتن بشير التبعي. يا كابتن بشير التبعي، خالد بيبو مش فضيلك دلوقتي، خالد بيبو دلوقتي مدير الكرة في النادي الاهلي، فمش فضيلك، فبلاش تقول كلام، عشان لو وصل لخالد بيبو الكلام دوت انت هتزعل اول واحد. بشير التبعي بيقول لك الاهلي كان بيجري ورايا، هو بيبو اللي كان بيجري وراك يا كابتن بشير. بيبو هو اللي كان بيجري وراك 4 مرات، وفي ال4 مرات عدى منك. حتى اسأل كابتن مدحت شلبي لو انت مش مصدقني، او راجع الفيديوهات. الاهلي كان بيجري ورايا، عرض عليا ارقام اكتر من اللي كان بياخدها محمد ابو تريكة، اكيد اكتر من اللي كان بياخدها محمد ابو تريكة مع الترسانة، مع الاحترام للترسانة. ماشي، للانضمام للفريق والبطولة في الزمالك ب100 في اي حتة تانية. التصريح طبعا اللي كنا هو شوية شوية هيطلع الزمالك نادي القرن الحقيقي، وهيطلع ال7 اكبر من ال9 والكلام ده كله، والبطولة في الزمالك ب100 في غيرها. اي هري واي كلام. والاهلي كان بيجري وراك ازاي يا كابتن بشير؟ ده احنا كان عندنا كابتن عماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة، حدث ولا حرج يعني، من افضل مدافعين القارة اصلا. فاي كلام في اي حتة. عشان كده انت اما سبت الزمالك رحت نادي سموحة يا كابتن بشير التبعي. حاجة في منتهى الضحك يا جدعان، انا مش عارف اللعيبة دي بتقول التصريحات دي ازاي. تعالوا بقى نروحوا لكابتن وليد الركراكي اللي عارف قيمة منتخب مصر اكتر من اتحاد الكورة واكتر من روي فيتوريا واكتر من محمد صلاح اللي عايز يعتزل دولي. محمد صلاح عايز يخلع، لان مفيش بقى خلاص، الدنيا مش جاية معاه، وخلاص اتهرش ان هو مش قد المنتخب. قال لك انا اعتزل دولي بقى. في انباء بتقول ان صلاح عايز يعتزل دوليا لو ما تأهلش من المجموعة اللي فيها موزمبيق والرأس الاخضر ومنتخب غانا اللي مع شاد. سبحان الله يا جدعان، سبحان الله. وليد الركراكي بيقول لك ايه بقى؟ اعرف فريقا واحدا فقط فاز باللقب 7 مرات، وهو منتخب مصر. هم يعرفون كيف يفوزون بكأس افريقيا، وسنسير على خطاهم ان شاء الله. مغنى تصريحك يا كابتن وليد الركراكي، وانت من افضل مدربين القارة، وعملت انجاز تاريخي لم يسبق لاي مدرب في افريقيا عمله، طبعا مع المغرب في كأس العالم اللي فاتت. وهنشوف يعني، ربنا يوفق منتخب المغرب ويوفق كابتن وليد الركراكي. تصريح للتاريخ، يعني كابتن وليد الركراكي عارف قيمة منتخب مصر اكتر من فيتوريا وحازم حزومة وحمو صلاح. كل الشكر للكابتن وليد الركراكي، واحنا عارفين قيمة منتخبنا، ولكن كابتن المنتخب مش عارف القيمة، ولا المدير الفني عارف قيمته، ولا اتحاد الكرة عارف قيمته. ربنا يسهل ان شاء الله ونطلع من المجموعة دي حتى احسن توالت، مش مشكلة، بس ما نخرجش كده حصالة. يعني ده المنتخب بقى حصالة زي الزمالك يا جدعان، انا ما اتعودتش احس شعور الحصالات، فمش عايزين نبقى حصالة يا جدعان. سلام.